تمكنت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة من تفكيك شبكة إجرامية تحترف تهريب ونقل المؤثرات العقلية ما بين الولايات باستعمال مركبة مع توقيف أفراد هذه الشبكة. العملية جاءت بعد استغلال معلومات تحصلت عليها الفرقة عن وجود أحد الأشخاص المشتبه فيهم يترأس شبكة إجرامية، وهو بصدد نقل كمية من المؤثرات العقلية من ولاية جنوبية إلى ولاية شمالية مرورا بولاية بسكرة. على الفور تم وضع خطة عمل محكمة أسفرت عن توقيف شاحنة لإسعاف السيارات على مستوى نقطة المراقبة بمدينة بسكرة، وعلى متنها المشتبه فيه وشخصين آخرين. تمثلت حمولة شاحنة إسعاف السيارات في شاحنة صغيرة بدورها محملة برزم من البصل، وبإخضاعها لعملية تفتيش دقيق عثر على 3 علب كبيرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ بمجموع قدره 22,500 كبسولة، كانت مموهة داخل رزم البصل مع حجز مبلغ مالي بحوزة أحد المشتبه فيهم. أفراد الشبكة الثلاث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة و 32 سنة تم تحويلهم إلى مقر الفرقة، أين أنجز ضدهم ملف جزائي بموضوع تهريب مؤثرات عقلية ذات منشأ أجنبي باستعمال مركبة ذات محرك في إطار جماعة إجرامية منظمة. الموقوفين سيتم تقديمهم اليوم أمام العدالة.